السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بقناة وصفات علا الحاج. اليوم إن شاء الله هعمل معاكم السينابون. بتذكروا أنا صغيرة كنت لما أشوف السحاب في السماء أتخيله قطن وبدي أمسكه بإيدي، ودايما لما بعمل وصفة السينابون برجع بالذكريات لهذه الشغلة، لأنه العجينة قطنية رائعة تحفة. شايفين هذا تاني يوم لسه ما زالت قطنية، من أطيب وأحلى العجائن ممكن تعمليها للسينابون. هحكي لكم الأسرار والتكات كلها في هذا الفيديو إن شاء الله عشان يطلع معاكم السينابون تحفة. نبدأ بسم الله. أول شي بحتاج لطحين يكون منخول لو لمرة واحدة. بدي باكيت كريمة بودرة، خميرة، زبدة، بيكنج باودر، سكر، زيت نباتي وحليب دافي للعجن. بدي أضيف الخميرة على الحليب وآخد معلقة من السكر، معلقة كبيرة، وأخلطهم مع بعض وأغطيها وأتركها على جنب. الآن بدي أضيف باكيت الكريمة على الطحين. بدي أضيف رشة ملح، بيكنج باودر، السكر، الزيت والزبدة، وبدي أخلطهم كتير منيح مع بعض. الخميرة بعد ما مر عليها 10 دقايق شوفوا كيف فارت. هيك أنا اختبرت الخميرة ولقيتها تمام وبتشتغل، وبنفس الوقت بسرع بتخمير العجينة. الآن بدي أضيف الحليب والخميرة على الطحين وأخلطهم. بدي أعجنهم. هتلاحظي إنه العجينة معاكي ملزقة، فما تقلقيش، هيك تمام، يعني هيك الوضع مزبوط. بس حتى أعجنها بشكل كتير منيح، لأنه أنا بدي أعجنها من 10 دقايق لربع ساعة. كل ما عجنتها أكتر كل ما كانت النتيجة أفضل. بدي أضل أعجن فيها. الآن بلمها، بغطيها بنايلون وبتركها تتخمر على الأقل ساعة. شوفوا بعد ما مر عليها الساعة تضاعف حجمها وصارت بالشكل هذا. المكونات اللي بدي إياها للحشوة: بدي زبدة مدوبة، قرفة، وسكر بني. لو ما عندكش سكر بني ممكن تستعملي سكر أبيض تضيفي له دبس تمر أو دبس قصب، وإذا ما عندكش بالمرة ممكن تستعملي سكر أبيض وتضيفي له رشة كاكاو بس عشان اللون. بدي أرش طحين وأفرد العجينة بشكل مستطيل بالشكل هذا، وأدهنها كاملا زبدة. أوزع الزبدة على كل العجينة. الآن بدي أضيف السكر البني وأوزعه، وكمان أضيف القرفة. الآن بدي ألفها رول. العجينة تحفة يا جماعة. بلفها رول بالشكل هذا، وبكون محضرة على جنب بايركس ودهنها زبدة، أو صينية وتدهني فيها زبدة أو تحطي فيها ورق زبدة. الآن بدي أستعمل الخيط لتقطيع السينابون. جربوا أحسن من السكينة لأنه بتضل القطعة معاكم شكلها دائري وأحلى. بدي أقطع لكم كمان واحدة تشوفوا. هذا هو شكل، تطلع دائرية تماما زي ما انتم شايفين. حبيت أعمل زي شكل خلية أنا بالبايركس. بدي أغطيه وأتركها تقريبا نص ساعة أو أكتر شوية اللي تتخمر ويتضاعف حجمها. بعد ما تضاعف حجمها بدخلها الفرن على درجة حرارة 180، تقريبا تحتاج ثلث ساعة. طلعتها من الفرن، شايفين تحفة. بدي أشربها بالحليب المكثف المحلى، طريقته موجودة بالقناة، هحط لكم الرابط في مربع الوصف تحت الفيديو. كمان بدي أضيف شوكولاتة، ممكن تخفف الشوكولاتة بشوية قشطة، وهيك بتكوني عملتي أطيب سينابون تحفة ولا أروع من هيك. يا ريت تشيروا الفيديو عندكم حتى يشوفوا أكبر عدد من أصدقائكم، وما تنسوش اللايك للقناة، تنسوش كمان تشاركوا القناة. شكرا جدا لمتابعتكم، حياكم الله.